السلام عليكم. تعالوا بينا يا جماعة نخزن الكرنب بطريقة جميلة وحلوة قوي. هيطلع معاكي طبعا مش هيجلد معاكي ولا اي حاجة. معاكم اسماء. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وفعلي زر الاشتراك. طبعا هنا جبت الكرنبة بتاعتي. طبعا الكرنب على حسب، عندك 2 عندك 3 براحتك. هنقشرها بالشكل ده، هنشيل منها الراس بتاعتها. بعد كده هنشيل الورق اللي من فوق الاخضر، وبعد كده هتجيبي سكينة وهتقطعيها بالطول بالشكل ده، وهنقطعها كمان. طبعا عايزين نقطعها تقطيعة تبقى حلوة معانا وما نهدرش منها كتير. هتقسميها كده كده. خلاص قطعناها بالشكل ده زي ما انت شايفة. هتطلع معاكي طبقات حلوة جدا، سهلة معاكي في السلق، وكمان سهلة معاكي انك تحشيها على طول. طبعا يفضل لو انتي هتخزني الكرنب وعايزه تنقي كرنب حلو معاكي، هتنقي الكرنبه ما تبقاش مكبوسه معاكي. يعني هتجيبي كرنبه تبقى مورقه والورق بتاعها بيبقى هايش كده، ما تبقاش مكبوسه جدا كده. شايفين؟ طبعا هتقطعيها بالشكل ده، تطلعي كل قطعه طبعا وحديها. طبعا الطريقه دي بتسهل عليكي جدا، هتبقى سهله معاكي في السلق كده. تمام. شايفين؟ بقطع كل قطعه لوحديها. طبعا القطعة اللي في النص دي مش هناخدها خالص، خلاص دي هتترمي معانا كده. خلاص طبعا القطعة اللي في النص دي خلاص هنرميها. هنجيب هنا حلة تسخن كده كويس، وهنحط معلقة كبيرة من الكمون. وكمان يا جماعة ما تنسوش تحطي معلقة كبيرة من السكر. السكر هيخلي معاكي يحتفظ لك بالكرنب بتاعك وما يخلوش يجلد في الفريزر معاكي. هنحط طبعا الكرنب بتاعنا، هتحطيه وهتسيبيه كده لمدة كده 7 دقايق 5 دقايق كده، ياخد صدمة كده حلوة. هتسقطيه كده كويس طبعا بالقطع بتاعك، يعني ما تفككوش من بعضه. هتحطي قطعة قطعة، هتغطسيها كده كويس. اهم حاجة تبقى مغطسة في المية كويس. بعد كده هتطلعيها. طبعا غطسناها يا جماعة زي ما اتفقنا لمدة 5 دقايق، مش كتير قوي علشان ما تتهريش معاكي قوي 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 وتجلد معاكي في الفريزر. هنحط كمان كمية تانية. شايفين؟ طبعا لو المية قلت معاكي هتزودي مية، وهنغطسها. بعد كده هنرفعها، هنشيلها كده. تمام. طبعا هتعملي الكمية كلها بتاعتك، ما تطلعيهاش من بعضيها، هتسيبي الاوراق زي ما هي كده كده. خلاص سبتها تبرد طبعا تماما بعد ما سلقتها. شايفين الطبقات؟ زي ما اتفقنا ما تطلعيش الطبقات من بعضيها، تبقى سهله معاكي انك تفرزينيها، تبقى متوضبه معاكي وشكلها حلو، وتبقى سهله معاكي انك تلفيها وما تاخدش وقت منك. طبعا هتطلعيها كده وتفرزينها كده كويس. لو في عرق كده ولا عروق هتشيليها طبعا بالسكينه كده. خلاص طبعا هتعملي الكميه كلها بتاعتك. هنجيب هنا طبعا اكياس التلاجة. بعد كده هنحطها، لو عندك اطباق الفلين ممكن تستخدميها وتغلفيها كويس بالبلاستيك راب. هتحطيها كده كويس. طبعا هتحطي كمية زي ما انت حابة. لو انت بتعملي كمية كبيرة من المحشي هتحطيها كلها براحتك زي ما انت حابة كده. تمام. طبعا الطريقة دي حلوة جدا، مجرباها وحلوة قوي في التفريز. هتطلع معاكي الورق حلو جدا وسهل انك تلفيه. كمان في طرق جميلة جدا، ممكن تعملي الورقة سليمة جدا وتفرزنيها زي ما هي وهتلفيها بنفس حجمها. بصي انا كده خلاص خلصت طبعا الكمية بتاعت الكرنبة. طبعا الكمية زي ما انت حابة، عندك 2 3 هتعملهم بنفس الطريقة وهتشيليهم في الفريزر. هتقعد معاكي فترة حلوة جدا من غير ما تجلد معاكي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يلا باي.